السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام وبدريس في كل مكان. اليوم إن شاء الله النادي الأهلي مع الإسماعيلي في برج العرب. عندنا المباراة بتاعت النادي الأهلي. طبعا ما فيش حد اتكلم قال لك ليه ما الأهلي ما يلعبش في القاهرة، الإعلام الزملكاوي، مع إن المفروض المباراة دي بتاعت النادي الأهلي تتلعب في استاد القاهرة، ومع ذلك اتنقلت لبرج العرب. إن شاء الله النادي الأهلي يفوز على الإسماعيلي عشان يبقى باقي له ماتشين، ماتش الاتحاد والزمالك، والحسم إن شاء الله في ماتش الزمالك. امبارح الزمالك فاز على المقاولون العرب 6-1، يعني حتى في فوزه بيحفل على نفسه. النهارده طاقم التحكيم الماتش النادي الأهلي كله زملكاوي، حتى الفار زملكاوي بخط الغندور. تشكيلة النادي الأهلي: الشناوي، خط الدفاع عبد المنعم وياسر إبراهيم، محمد هاني وعلي معلول، بيرسيتاو والشحات، خط الوسط اليو ديانج، مروان عطية، صانع العاب القندوسي، خط الهجوم يا اما شريف يا اما كهربا، لان هو كل ماتش بيدي واحد فيهم، كل مباراة بيدي واحد شوط، مفيش حد عنده اساسي. ان شاء الله التوفيق النهارده يكون محالف النادي الاهلي ويفوز على التحكيم، لان الاهلي بيلاعب النادي المنافس وبيلاعب التحكيم، لان التحكيم كله ضد النادي الاهلي. واخر 7 ماتشات دول بتوع النادي الاهلي، او 3 ماتشات اللي قاعدين، او الاربعه. يعني الاهلي فاضل له 7 ماتشات، هتلاقي التحكيم كله ضد النادي الاهلي وحظ النادي الاهلي. زي المظلمه في ماتش فوتشر، هدف صحيح 100% لغاه، ويطلع الاعلام الزملكاوي يقول لك هدف فوتشر صحيح. فبالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله بعد المباراه نعمل فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.